الخوت السلام عليكم. فيديو جديد. اليوم غنجاوبكم على الاسئله كامله اللي كطرحوا عليا على سبيداف، كيفاش ما تجيناش مع البريد، الا بغيت ناخذ اكثر من 3 في التشويس، الا بغيت ناخذ بالجمله، واش نقدر ناخذ من خارج التشويس، شحال المده فاش تقدر توصل، واش نقدر نخلص بلا كارت بونكير. جميع الاسئله اللي كطرحوا عليا قررت نديرها لكم فيديو باش تستافدوا منها نتوما كاملين. ونبداو باول سؤال. وإلا بغى ياخذ اكثر من 3 د الحوايج، هذا كيدوي على التشويس. عندك الحق من 3 حتى ل 10، ما تفوتش 10، ولكن من الاحسن انا كنفضل الواحد ياخذ غير 5، بغى 10 يقسمهم على 2 كوموند باش ما يقولوش ليه خلص. السلام عليكم. كندخل العمولات ما نلقاش تخفيض تاع 24%، نلقى فقط تخفيض ب 5%. هنا على حساب المتجر وكل واحد شنو داير. هنا كيدوي على لي كوبون اللي كدرت عليهم فيديو خاص كيفاش تخفض ثمن المنتوج على حساب المتجر او على حساب داك المنتوج بالضبط. يعني تقدر تلقى منتوج مخفضين لك 25%، 5%، 10%. انت ما عندك ما دير، غتدخل داكشي اللي غتلقاه، ما عجبكش قلب على متجر اخر. السلام عليكم ورحمه الله. ماذا عن سهل الشيبين ميثود؟ اي حاجه من غير علي اكسبريس ستاندر شيبين راه كتجي مع البريد، حيت حاليا هذه هي الشركه الوحيده اللي كتصيفط مع سبيداف. بغيت نشري واحد المنتوج 150 درهم من تشويس، واش ضروري نخلص عليه الديوانه ولا فابور مع شركه سبيداف؟ الا بغيتي تشري منتوج من تشويس غير واحد من غير دوك اللي كتعزل 3 والفوق تقدر تاخذه، خص المتجر يكون فيه كيدعم تشويس. يعني تشويس راه هي دي بي، ندخل تاكد عليه، ومن الاحسن تزيد ارتيكل اخر او دوز ارتيكل من نفس المتجر باش تضمن على انه ما يتشتت لك. المهم ما تجيبوش بوحدو. هذا ماشي حل اخويا، تشويس ما فيش كلشي. بغينا يحيدوا الديوانه حيت الصين دايره اتفاق تجاره حره، ولكن غير في واحد الشهرين ولا 3 شهور اللي فاتت راه صافي بنادم ما بقاش كيكوموندي نهائيا. واخا هذا ماشي حل، ولكن نسبيا بعدا ولاو عندك دي زارتيكل اللي تكومونديهم سوا ليك او لا تعاود فيهم البيع بحال لي زيات، عاطينك الحق تكومونديهم ما تخلص لا شحن لا ديوانه كومي. حنا بلا ما دار الحل الكبير ونوليو نكوموندي بحال الاول من علي اكسبريس اي منتج فابور، نعديو بهذا التشويس. حاليا واش ممكن يوصل مع البريد 3 المنتجات باقل من 100 درهم. الا وصل مع البريد راه غتخلص 100% واخا تشويس. والا كان اقل من 100 درهم ولا اقل من 3 المنتجات، الا شريتي مثلا غير منتج يقدر يوصلك مع البريد، ولكن لو وصلك مع البريد اول غادي تخلص. علاش كنقول من الاحسن لي برودوي ديال تشويس رخاص ناخذ 3 والفوق. سلام خويا، جاتني 2 كوليات من سبيداف، وحده فابور وحده قال لي الليفرو تخلص عليه، ما فهمت والو. ومن تشويس واش الليفرو يقدر يدير شي بلان؟ دابا انت ملي قلتي جات كل وحده بوحده دونك ما شريتيش من دوك اللي مجموعين، وملي شريتي كل وحده بوحده ما درتيش النصيحه ديالي. تقدر تكون درتي الكوموند في نفس الدقه، خاصك دير كوموند وتسنى واحد 3 ايام حتى تشحن او لا تبدل لادريس. ملي كنبغي ندير كوموند وحده راه عارفه غتجي تخلص عليها، من الاحسن من عند نفس المتجر نزيد 2 ارتيكل ولا 3 باش ما نخلص حتى ريال. السلام عليكم خويا، جاتني كوليه البوسطه ورجعات، شنو الحل؟ غتفتح نزاع، غتعطيهم الدليل بانها رجعات وغيرجعوا لك فلوسك ما بين 15 حتى ل 20 يوم. خويا انا شريت 5 المنتوجات ب 600 درهم تشويس، واش يوصلوا للبريد؟ انا ما عرفتكش شنو شريتي، حيت المنتوجات ديال تشويس يمكن شريتي ب 10 غالبا ما غاديش يتخلص عليهم، يعني بنسبه 90%، ولكن كل شيء ممكن. هادشي علاش كنقول لكم ما تعداوش 5، ما تفوتوش الفلوس بزاف. 5 نستنى 3 ايام تعاود تشحن، تبان لي طلعت في الطياره ونعاود نكوموندي. سينو بغيت نكوموندي في نفس النهار كندير 5 الخمسه الثاني كنبدل سميتي وكنيتي، كندير شي واحد معايا في الدار خويا ولا خالي، وهو سبيداف ملي كتجي راه ما كيهماش لاكارت، كيهما رقم التتبع. خويا قول لنا واش الادوات المدرسيه من علي اكسبريس كتخلص الديوان، وكيفاش ناخذ بزاف الادوات منه؟ غتخلص حيت ما داخلاش في التشويس، حيت انت باغي جمله وجمله غيعرفوك باغي تبيعها وغادي تخلص عليها. فالادوات المدرسيه خذها من المغرب، هذاك بروجي كيتسمى، يعني ملزوم باش تخلص الضريبه. حنا كندوي دابا على الاستهلاك الشخصي اللي لاقن فيه مشكل. انا خويا واش علي اكسبريس بروميير شيبين حتى هي كتجي مع سبيداف؟ اللي عارف ان علي اكسبريس ستاندر شيبين هي اللي كتجيب مع سبيداف. بالنسبه اللي ساكنين في اسبانيا واش كيخلصوا الديوانه على المنتوجات اللي كيطلبوا من علي اكسبريس؟ نورمالمون انت اللي ساكنه في اسبانيا دونك هذا القانون ديالكم نتوما اللي خصكم تكونوا عارفينه. ما يمكنش انا في المغرب غنمشي نقلب لك على اسبانيا واش كتخلصوا الديوانه ولا لا. خويا واللي بغى يكوموندي مثلا شي برودوي وبكميات كثيره من التشويس وفايته 100 درهم، واش نخلص عليهم؟ لا ما غاديش تخلص عليهم بنسبه 90%. تقدر تكومونديهم اصلا عاطينك الحد ديال 10 ما تفوتهمش، وكما قلت واحد شويه 5 5 نقسمهم وان شاء الله ما
تخلص والو. خاي محمد عافاك صيفطوا لي واحد التليفون من فرنسا 40 يوم وهو في الديوانه، عيطوا عليه خلصت 800 درهم في الديوانه و50 درهم التوصيل، ودابا سيمانه باقي ما وصلني والو. دابا البريد كيتعطل بزاف، ها هو خصو يوصلك نورمالمون ملي خلصتي وخلصتي التوصيل حيت غتجيبوا لك امانه. عيط الامانه سير للبريد المغرب، داك الميل اللي صيفطوا قالوا لك خلص جمع صيفط لنا شي اوراق، عاود دير لهم ريكلاماسيون بانك خلصتي وما جاكش باش يسرعوا لك القضيه شويه. خويا انا جاي مع سبيداف، لكن في تتبع اخر تحديد داروا ليا انه قيد التخليص الجمركي 800 هادي، غادي تصبر شويه ما عندك ما دير، غادي تصبر حتى تدخل من الديوانه ويصيفطوها لي. سلام خويا عاشور، راه شريت 3 المنتوجات من علي اكسبريس من تشويس، لقيت جايين مع سبيداف. واش غنخلص الرسوم الجمركيه بنسبه 90% ما غتخلصش، كاينه واحد النسبه قليله ديال الناس اللي كيخلصوا وباقي ما عرفناش علاش. واحد السؤال خويا محمد بالنسبه للدرون، بلا ما نكمل السؤال ديالي، بلا ما تحلم تدخل الدرون المغرب لانها غير قانونيه وكتحتاج الرخصه، وخصك رخصه ديال تخدم بها او شنو باغي دير بها وما غيعطيوكش رخصه، فحاول تقلب عليها من المغرب ما غاديش تدخل ليك. سلام اخي، الشحنه ديالي جات مع سبيداف لكن كندخل الموقع اخر حاجه وصلتها كيقولوا لي شحناتك غادرت، ولكن 6 ايام هذه وما لاحهم وراها ما بقيت عارفين. الا كنتي خارج كذا راه ضروري كتعطل واحد شويه، حيت ملي كتخرج من الديوانه كتمشي للديبو ديال سيدي معروف. سيدي معروف عاد باش كيعطيوها الليفرو اللي كيديها للمدينه الاخر، عاد باش كيعطيوها الليفرو ديالك اللي مكلف في مدينتك، فكتاخذ القضيه شويه الوقت. غير نصبروا. خويا واش تنصحني نشري التيل من علي اكسبريس؟ بلا ما نكمل السؤال، لا، حيت غتخلص عليه الديوانه وغيطلع لك بنفس الثمن ديال اللي كاين في المغرب، ولا احيانا اغلى، والمده اللي غيوصل فيها تقدر تمشي حتى 4 شهور. خويا انا شريت 2 برودوي من تشويس، واحد ايربودز ديال لونوفو، واحد موس جيمين. شفت الكود ام ا واش كيعني غتجي مع سبيداف؟ ملي كيكون نمبر تراكين كيبدا بام ا يعني غتجي مع شركه سبيداف، ملي كيكون ال بي اولا شي ارقام اخرى غتجيك مع البريد. السلام اخي سيفو بي، انا دوزت كوموند في 26 وباقي البرودوي نو اكسبيدي وكاتبين فوق البلاصه سويفي. الى الكليه ما جاتش في 5 ايام نقدر ندير الغومبورسون. بون سؤالي ليك هو واش خاصني ندير شي خطوه ولا نتسنى حتى يساليو هاد 5 ايام؟ البرودوي هو ان مونطر اي ليفريزون غراتوي. تسنى 5 ايام اللي عطاني ما خاسر والو، حيت تقدر توصلك فيهم، حيت المشكل دائما كيكون عندنا في المغرب التاخير ديال التوصيل. اما علي اكسبريس راه قاضي غراض. الناس ديال اوروبا راه كتوصلهم في 6 ايام 7 ايام في 8 ايام بلا مشاكل. في المغرب كتدخل الديوانه مع كثر الطلبات والناس اللي خدامين قلال، داكشي علاش كتعطل مده طويله. نصائح الا بغيتي تكوموندي ديما شوف التتبع، يكون يتوافر التتبع والشحن مجاني. الا كان رقم ثمن الشحن وشي شركه اخرى من غير علي اكسبريس ستاندر شيبين، عرفوا يقدر يجيك مع البريد وتخلص عليهم. ما ديروش نفس الكوموند في نفس النهار، اما دير كوموند الاولى وتعاود تسنى تتشحن وتعاود كوموند، يا اما دير كوموند في نفس النهار وتبدل سميتك وكنيتك ديال شي واحد من العائله، ولا تبدل لادريس باش السيستم ما طلعش لهم بان واحد خد دو كوموند متابعين ويقولوا لك اجي خلص. خذ من تشويس ديال 3 المنتجات فما فوق، او لا تاخذ من متاجر اخرى اللي فيها تشويس، ولكن كل متجر حاول تاخذ منه 3 لي زارتيكل، ما تاخذش غير حاجه وحده باش تجيك مع سبيداف مجموعه وما تخلص عليها والو. وباقي مازال غنجيب لكم بزاف الافكار واقتراحات باش تقدروا تعفاو من الجمارك وتبقاو تكومونديو واخا كميه كبيره بلا ما تخلص عليها حتى شي ريال. وغنشارك معكم تجربتي. غنقول لك دخل عندي جروب فيسبوك صايبته خاص بالعلي اكسبريس وبالدي دي بي وبالتشوز، وكنجاوب على اسئلتكم، وراه فيه الدراري معايا انيت هنا من القناه، وكنحط لي ليان ديال المتاجر والمنتوجات اللي كتجي بلا ديوانه. غتلقى الليان ديالو تحت صندوق الوصف وفي التعليق الاول، وغتلقى الليان ديال التشويس الا بغيتي تشري، وغنخليك شي متاجر حتى هما الا بغيتي تشري منهم. ولا عندك اي سؤال مرحبا، انا راه الاشاره. عندك شي موضوع بغيتي ندويو عليه، بحال مثلا بزاف منكم اللي طلب مني طريقه الشراء من علي اكسبريس، الناس اللي عمرهم شراو غندير عليها ان شاء الله فيديو خاص. نشوفكم فيديو جديد وموضوع جديد، الله يعاونكم.